قال ايه؟ قال قال يا حول الله. قال من بره هلا 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 هلا، من جوه يعلم الله. في ايه يا ماما دودة؟ هشام متولي يا ولاد عايز يسيب اليوتيوب. ما تسيبه يا عم، وانت كنت اشتريته بفلوسك انت ولا ماما دودة؟ ما تسيبه يا عم. كلمتين للواد ابو قصة المعفن، وكلمتين للمطبلاتية، كلمتين للبهدورة، كلمتين لصدفة جات، كلمتين لناس كتيرة جدا شفتها، وهديكوا تمامكم ومقامكم. وعايزة اقولك للي مشجعك، لو خدتك مش هرجعك، لان ماما دودة اللي بيحضرها ما بيعرفش يصرفها بعون الله وحده. يلا بينا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب ماما دودة عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني 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 وحشتوني. دايما في هنا وسعادة على طول حبايب ماما دودة. عيلتي الكبيرة، عيلتي التانية اللي بحبها وبعزها، بكن لها كل احترام وكل تقدير. ربنا يخليكم ليا، ما حرمنيش منكم ابدا 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 يا رب. انتوا وعيلتي الصغنونة. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم ادينا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي واهلي وناسي، بحبكم جدا 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 جدا. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها سنة جميلة وسنة خضرة وسنة بيضة علينا جميعا، وعلى مسلم ومسيحي، وكلنا اخوات وكلنا ايد واحدة. صلوا على النبي يا اولاد، صلوا على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة حابين نتكلم ونقفل السنة الجديدة بحلوها بمرها، وهدي كل واحد كلمتين كده مقامه وتمامه. واللي مش عاجبه يشرب من البحر، واللي مش عاجبه البحر عنده اجدع حيطة يخبط دماغه فيها. بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام ماما دودة الحمد لله رب العالمين طول عمرها ليدي بنت ناس متربية متعلمة متكلمة، ما بخافش من حد الا من اللي خلقني سبحانه وتعالى. اي ايميل معفن قليل الادب قذر بيكتب كلام قذر زيه، والصبر جميل حبيبتي. انسانة محترمة، متابعة محترمة، ردت عليها. فاي ايميل معفن ما عنديش ليه الا الشوز، اديله بيه على دماغه واجيب من الارض احط على دماغه باذنك يا رب. النهارده هنبدا الكلام بهشام متولي. هشام متولي، انت عايز تسيب اليوتيوب ليه؟ عايز تسيب ليه اليوتيوب؟ خليهم هم اللي يسيبوه. انت راجل محترم. طبعا ناس كتير بيقولوا لي انت تبع هشام، ويزيدني شرف ان انا تبع هشام. هشام اتظلم، منير اتظلم، ماما دودة اتظلمت، ولكن هشام الحمد لله رب العالمين لما اتظلم ناس كتير وقفوا جنبه وشجعوه، وانا كنت اولهم، واعوذ بالله من كلمة انا. وكذلك منير، وانا برضو كنت اولهم، واعوذ بالله من كلمة انا. انا اما اتظلمت، تمام، اعوذ بالله من كلمة انا، ناس كتير ظلموني وانا مش مسامحاهم لا دنيا ولا اخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. الا اللي قال لي حقك عليا يا ماما دودة وسامحيني، وعمل لي حاجات يعني زعلني في حاجات ما يعني ما توجعنيش، فانا سامحته لوجه الله. اما الناس التانية يعني انا سامحت كمان حسن رياكت، وانا اللي دخلت له على البث قلت له مسامحاك عشان شتموا امه الله يرحمها، واتظلم برضو لما قعد يدافع عنهم وهم بدون سبب كده، تمام، طلعوا عليه. تمام، فانا سامحته لوجه الله تعالى ودخلت له البث وقلت له مسامحاك دنيا واخره. اما الناس التانية اللي ظلموني بحق جلالتك وعظمتك يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم دنيا واخره. والله 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 ربنا ما هيبارك لكم لا في صحتكم ولا في عافيتكم ولا في دنيتكم ولا في اخرتكم. وهتشوفوا ربنا باذن الله تعالى هيجيب لي حقي، وهيبين لي فيكم ايه، ويجيب لي حقي دنيا واخره منكم. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وجه عليا. تمام. فانت يا هشام راجل محترم، يكفى انك انت لما بتغلط بتقول انا اسف وبتطلع تعتذر. لما انت كنت عملت فيديو على عمرو اللي هو الشيب بتاع صدفة جاد، انت وقفت جنبه، صدفة ما وقفتش جنبه.
فعندك حاجات كتيرة بجد بصراحة. الواحد يقولك مليون شابوه. ما تسيبش اليوتيوب، خليك في اليوتيوب. انت راجل محترم، ويزيدني شرف اني انا اكون تبع هشام. وده ده الظلم اللي بيحصل لنا، ده ظلم من مين؟ من صدفة جاد. صدفة جاد، انت انانية، انت منفوخة على الفاضي. انت ربنا والله العظيم تصدقيني ما هيسيبك لا دنيا ولا اخرة. الدنيا دوارة. زي ما طلعت عليا هشام يريد السميع العليم، هشام طلع عليكي وطلعتيه على ناس كتير، والناس دي طلعت عليكي. تمام. فربك بالمرصاد، ان ربك لبالمرصاد، داين تدان. فربنا سبحانه وتعالى هيجيب لي حقي منك انت ومن مامتك ومن كل من ظلمني. حسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قفل قناتي. ربنا يقفل في وشه باب الرحمة، باب الرزق، باب الحنية، باب الستر، باب كل حاجة حلوة. يفتح في وشه باب نار جهنم على مصراه بإذن الله تعالى. التلقيح والكومنتات الزبالة، تمام، أنا مش عايزاها. اللي هيلقح أنا نظرت مرة واتنين، أنا اديت إنذار. بعد كده هطلع بأوسخ شبشب حمام هديكوا بيه. خلاص. أنا سكت عشان خاطر ناس كتيرة محترمة، أنا سكت عشانهم. أي إيميلات زبالة هتطلع هطلع عين أبوها. واللي بيحضر ماما دودة ما بيعرفش يصرفها. بإذنك يا رب وحدك أنا أقف قدام كتيبة ومليون كتيبة ومليون مديرية بعونك يا رب لوحدي. بعونك يا رب. تمام. فأنت راجل محترم يا هشام، ما ينفعش إنك أنت تسيب اليوتيوب. ارجع يا حبيب ماما، ارجع لقناتك وارجع لعيشتك، وربنا معاك ومع منير ومعايا ومع كل اللي اتظلم. صدفة جاد انت، ربنا والله ما هيسيبك زي ما قلت لك. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك انت وكل من ظالم. البهدورة، انت انسانة طيبة ومحترمة وبتقولي كلمة الحق، بس انت في ساعات حاجات بتقع منك. ليه بتقولي لهشام انت سبب اعراض؟ ما تقارنش نفسك بيا. ما انت ساعات بتقولي الرأي والرأي الاخر. تمام. اي نعم انت ما بتشتميش، ولكن ممكن بتقولي لناس كلمة بتوجع. زي ما انت كنت بتطلع عليا زمان، تمام، وانا كنت كتبتلك قصيدة وقلتلك اسمعي من الطرفين. تمام. وطلعتي رديتي عليا بكل ذوق وادب واحترام، ولكن لما انت عرفتي الحقيقة وقفتي جنبي. فانت المفروض تقفي جنب هشام، لان هو انت قلتيها قبل كده. قلتي يا صدفة انت بتسلطي ناس كتير على هشام، فهو من حقه ان هو يرد عليكي. وانت قلتيها في فيديو، وافتكري الكلام ده يا بهدورة. فانت انسانة محترمة وطيبة. تمام. فانت تقفي مع الحق زي ما انت طول عمرك بتقفي مع الحق، ما تقفيش ضده. تمام. بالنسبة للواد ابو قصة المعفن، ازاي البث بتاعك انت مش عارف تديره ياض يا معفن؟ وفي خناقات وفي حريم يعني بتشتم بعض. انت فين؟ انت فين؟ تمام. وبلاش الطبلة، كسر الطبلة بقى في السنة الجديدة، كسرها. كسرها ياض يا مافيا يا معفن يا ابو قصة. كسر الطبلة عشان ربنا يبارك لك في صحتك وفي مالك. كسر الطبلة ياض يا ابو قصة يا معفن. بطل تطبل للناس، بطل بطل. تمام. وبقول لكل الناس حبايبي اللي بيحبوا ماما دودة، كل المتابعين وكل القنوات وكل الناس، انتوا على دماغي. مليون شكر ليك يا رب دايما وابدا انك انت محبب خلقك فيا انا. ده حد ذاته ده كنز ليا انا. تمام. مع اني انا اتظلمت، المفروض الكل يقول ماما دودة اتظلمت وقعدت سنة ونص تشتم او اكتر عشان خاطر عيلة صغيرة او ارض واحدة. كلنا نقف معاها بعد ربنا سبحانه وتعالى وما نسيبهاش ونكبر قناتها. ولكن اكتر الناس منكم الا ما رحم ربي ما عندوش لا ضمير ولا اخلاق ولا احترام. تمام. فباذن الله تعالى ربنا هيديكم دنيا واخره على حسب نيتكم، وعلى نيتكم ترزقون. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وجه عليا. وحابة اقول للناس كلها اللي انا بحبهم مليون شكر ليكم على اللي سأل في عليا، على اللي سأل عليا على الواتس. مليون شكر ليكم. وارجعي يا ماما دودة انت وحشتينا.
فمليون شكر ليكم، ربنا يخليكم ليا. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا بحق جلالتك وعظمتك يا رب، ويستر عرضنا جميعا ويحفظنا ويدينا ويراضينا بحق جلالتك وعظمتك يا رب، بحق الايام المفترجه وسنه جديده وسنه سعيده وسنه بيضه وسنه خضراء وجميله علينا باذن الله تعالى. وربنا يدينا كل احلامنا وينولها لنا ويدي كل مشتاق، ومنهم آية ومنهم ناس كتير يا رب. ادي كل مشتاق واستر عرض كل الولاية، ويجوز كل الناس ونجح ولادنا، واسترها مع مصر وأهل مصر وجميع الدول العربية، مسلم ومسيحي كلنا ايد واحدة، كلنا اخوات. حبايب ماما الغاليين، حبايب ماما، اقول لكم هتوحشوني جدا 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 جدا. لا اله الا الله سيدنا محمد حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني يكفيني الله، يكفيني الله بقوته، يكفيني الله بعظمته، يكفيني الله بعلمه، يكفيني الله بحكمته. يا ربي أنا ألجأ إليك ما ألجأ إلى غيرك، أنت حسبي ونعم الوكيل. أنا توكلت على عظيم، توكلت على قوي، توكلت على عليم، توكلت على حكيم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني يكفيني الله، يكفيني الله بقوته، يكفيني الله بعظمته، يكفيني الله بعلمه، يكفيني الله بحكمته. يا ربي أنا ألجأ إليك ما ألجأ إلى غيرك، أنت حسبي ونعم الوكيل. أنا توكلت على عظيم، توكلت على قوي، توكلت على عليم، توكلت على حكيم.